يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض المباراة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد تأهل الفريق لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز الكبير على المقاولون العرب ب6 أهداف مقابل هدف في دور الثمانية ومواجهة بيراميدز في نصف النهائي بعد فوزه على البنك الأهلي ب3 أهداف نظيفة. وسيلتقي نادي الزمالك في المباراة القادمة مع فيوتشر ضمن منافسات الجولة 33 لبطولة الدوري العام المصري يوم السبت القادم 8 يوليو في 9:30 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على استاد السلام، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويدخل نادي الزمالك المباراة القادمة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن فيوتشر الذي يتواجد في المركز الثالث برصيد 58 نقطة. وانتهت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الزمالك وفيوتشر بفوز نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 16 لبطولة الدوري المصري للموسم الحالي. ويتبقى لنادي الزمالك بعد خوضه مباراة فيوتشر القادمة جولتين في بطولة الدوري المصري، حيث سيواجه نادي الزمالك النادي الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة 31 ثم يواجه فاركو في الجولة 34 والأخيرة. ويسعى نادي الزمالك للفوز لحسم المركز الثالث قبل نهاية الموسم، كما ستكون المباريات القادمة فرصة للمدير الفني لتجربة جميع اللاعبين وتقييمهم بشكل نهائي قبل اتخاذ أي قرارات تخص مصيرهم مع الفريق قبل منافسة الفريق في البطولة العربية.